السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم طاقة ممدوح في فيديو جديد بوصفة جديدة ان شاء الله هتعجبكم. متنسوش قبل ما نبتدي في الفيديو اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد وعشان تشجعوني نعمل فيديوهات اكتر بوصفات اكتر. نقول بسم الله ونصلي على النبي في الكومنتات. النهارده هنعمل هريسة الفلفل الاحمر، حلوة جدا والناس بتحبها ويعني واستخداماتها كتير وبسيطة خالص. يلا نقول بسم الله. هنا معايا 3 كيلو من الفلفل الاحمر، وده معايا هنا لو هتعملوا الليمون الصغير ربع كيلو ليمون، ده على كمية ال3 كيلو، وكوباية خل، كيس ونص من الملح الصغير من الكيس الصغير. لو كيس كبير يبقى كيس كامل. تمام. هنا بقى هنبتدي نعمل في الخلاط. حطيت كوباية الخل وحطيت الفلفل وحطيت الليمون عشوائي بقى لحد ما نخلص الكمية بتاعتنا كلها. الفلفل ده حلو جدا مع البتنجان تحطوه على البتنجان المخلل. آم، تستخدموه في اي دقة يعني. انا بحطه جنب الاكل يعني زي المخلل، بنحبه جدا وكمان طعمه حلو قوي. بصوا هنا بقى انا بقعد اضربه كده في الخلاط. هنا بقى طبق ومصفى بصفي علشان المية اللي هتنزل منه دي اللي هي الخل، ما احتاجش ان انا احط خل تاني، باخدها بحط بيها في الخلاط. هنا بصوا كنت بحط الملح اهو زي ما قلتلكوا. انا صفيت الخل اهو، بصفي الفلفل وباخد المية احطها ايه تاني في الخلاط. هي كوباية خل واحدة هتعمل معايا الكمية دي كلها. ده الهريسة دي اللي هي مش بتاعة الاكل، يعني مش بتتحط في الاكل. دي زي ما انا قلتلكوا للمخللات. بصوا هنا كده اهو، بعد ما صفيتها انا باخد المية بحطها في الخلاط علشان اضرب يعني الفلفل والليمون. وزي ما قلتلكوا انا حطيت على الكمية دي كيس ونص ملح من الصغير. هنا بقى بعبي البرطمانات بتاعتي. كنت خلصت الكمية كلها خلاص. بصوا هو كده كان خلص. مليت البرطمانات. البرطمان كيلو وربع. بعد ما اتهرس بصوا عملت معايا الكمية دي. بجد حلو جدا وجربوه، وهستناكم تجربوه وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وان شاء الله انتظروني فيديو جديد بوصفة جديدة. باي باي.